السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما ان شاء الله. لو دي اول مرة ليكم هنا في قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة اول باول، وكمان تدعموني بلايك حلو كده وتشجعوني اقدم لكم وصفات اكتر واكتر. النهاردة بقى هنعمل سوا وصفة من أحلى وأشهر الأكلات في البيت المصري، أكيد كده كلكم عرفتوها، وهي الأكلة اللي ما يختلفش عليها اتنين. هنعمل سوا النهاردة المحشي بأنواعه، وكمان الحمام المحشي بالرز، يعني تجهيزات تقيلة وأكلات تشرف قدام الضيوف. اللي هيدوق من الأكل ده هيفضل يشكر فيه ويحلف بطعمه على طول، مش بس هيعجبه، ده هيبقى فاكر الطعم ومش قادر يقارن أي أكلة تانية بيه. المحشي والحمام النهاردة بطعم أحلى من أكل المطاعم، وأجدع أكلة تتحط في أي عزومة، تشرف وتفتح النفس. ريحة تجوع وشكل خطير وطراوة تخلي الأكل يدوب في البق، ونكهة غنية تخلي اللي يدوق يقول هو في كده بجد. يعني من الآخر وصفة تشرفك وتفرح قلبك وتبسط كل اللي حواليك. فخليكم معايا خطوة بخطوة وركزوا في كل تفصيلة عشان تطلع معاكم نفس النتيجة وشكل يفتح النفس وطعم ملوش مثيل. ويلا بينا بقى دلوقتي هندخل نشوف الطريقة. اول حاجة عندنا في تجهيز خلطة الحمام، بيبقى عندنا بصل والتوابل فلفل اسمر وملح وكاري، وممكن نحط كركم للون، وطبعا بنستخدم الرز حسب كمية الحمام اللي عندنا. اول حاجة على النار بنحط زيت وننزل بحبة بصل، حوالي بصلاية متوسطة كده. تمام كده كمية البصل اصلا اللي معايا دي كلها كنت عاملاها للمحشي والحمام مع بعض والرز كذلك. تمام. بنفضل بقى نقلب في البصل لحد ما لونه يتغير ونشوف ان هو دبل كده وخلاص ان هو داخل على سوا. تمام. في الوقت ده بقى بنبدأ ان احنا نحط التوابل عندنا، ونقلب فيها شوية مع البصل لحد ما كله ياخد من طعم بعضه. تمام. وطبعا بنشم في الوقت ده ريحة خطيرة. في الوقت ده بقى بنكون مجهزين مقدار الرز اللي عندنا اللي هنستخدمه، وبننزل بيه على طول على الايه، على البصل والتوابل. انا كنت هعمل 5 حمامات، فاستخدمت حوالي كوباية من الرز، كوباية او كوباية ونص كده، يعني هو حاجة بسيطة خالص. تمام. طبعا كوباية من الصغيرة يعني مش كوباية كبيرة. وبحط عليهم حوالي كوباية من المية، واسيبهم على نار متوسطة، يعني مش عالية ولا هادية قوي نخلي الرز يستوي، لا انا عايزة الرز يبقى لسه جامد برضو مستواش خالص. هنا بقى رفعتها من على النار وكنت بفضي شوية في طبق كده عشان يبردوا واعرف استخدمهم على طول في حشو الحمام. طبعا الحمام ما شاء الله طازة معايا، جبته طبعا ونضفته خالص وبقى جميل معايا. وهبدأ بقى ان انا احشيه. طبعا انا بحشيه من فوق من عند الزور كده، ما بحبش ان انا احشيه من تحت. في ناس بتحشيه من عند من الصدر من تحت كده، بيورقوه وبعدين بيحشوه. بس انا بشوف ان الطريقة اللي هي بتاعة الرقبة دي مش بتخلي الرز يطلع منه. تمام. كده انا حشيتها من فوق اهو، مش بنزود في الرز قوي عشان ما يطرقعش معانا. تمام. وبعدين حشيت برضو شوية من بطنها شوية رز، وبقفل بالكبدة والقناصة معايا. ليه بقى؟ علشان الحشو ما يطلعش، الحشو اللي في بطنها ده ما يطلعش. ورحت لفة الجناح بتاعها ورا كده، بحب الشكل ده قوي كده. يبقى خلصنا حشو اول حمامية مع بعض. بعد كده خلصت كل الكمية وكنت مولعة على النار على مية، اول ما غلت سقطت فيها الحمام وحاطة المطيبات، بصل وورق لورا وملح وفلفل اسمر. والولعة في البداية بتبقى عالية ياخد غلوة مع بعض، وبعد كده بنهدي النار شوية عشان ما يطرقعش معانا. هنا بقى بعد ما استوى وطلع هو بياخد حوالي نص ساعة على النار وبيكون زي الفل. هنا بقى كنا هندخله الفرن عشان يتحمر، فحطينا عليه شوية صلصة دول. بعد كده ندخل بقى على مقادير خلطة المحشي. عندنا حوالي بصلتين كبار وفصين توم ولتر ونص من عصير الطماطم. والتوابل بقى كمون وشطة وملح وفلفل اسمر وكزبرة، زي ما انتم شايفين الكميات كده. وهنا حزمة خضار
وكمان الرز كنت حاطه حوالي كيلو رز مغسول ومتصفي كويس. تمام. وهو للاسف طبعا انا اكتشفت بعد شويه ان الكاميرا ما كانتش بتصور خطوات التسبيكه بتاعه المحشي دي، بس لحقت لكم يعني شويه وهقول لكم دلوقتي الطريقه. وكمان هعمل لكم فيديو باذن الله المره الجايه عن خلطه المحشي بالتفصيل. بصوا يا جماعه، اول حاجه جبنا الدهان، عندنا زيت وانا حطيت معلقه من الدهن. تمام، اي نوع دهن بقى، ليا بقى او جملي او ايا كان الدهن هو ايه، بيدي طعم خطير قوي للمحشي. وبعدين حطينا فيه اول مساح البصل وفصين الثوم. تمام. وبعد كده قلبنا فيهم لحد ما استووا كويس، وحطينا عليهم الطماطم والتوابل زي ما انتوا شفتوا كده. وهنا بعد ما الطماطم اتسبكت انا سبتها على النار، غطيت عليها طبعا وسبتها على النار حوالي 10 دقايق تاخد وتدي مع بعضها كده. وشفت طبعا تقيلة وزي الفل معانا. هنزل بقى عليها بالرز. الكمية طبعا انا في البداية قلت ان الكمية هتبقى كبيرة فحطيت حبة وسبت الباقي، وفي الاخر حسيت انها لا هتبقى صغيرة، رحت مكملة باقي الرز معانا وقلبت فيه كده لحد ما راح كله يعني يتقلب كويس في التسبيكة. وفي الوقت ده طفيت عليها النار ونزلت بقى بالخضار اللي معانا وقلبتها كويس قوي. تمام، لحد ما امتزجوا كلهم سوا مع بعض، يعني كله بقى في قلب بعضه كده. تمام. حسيت بقى في الوقت ده ان لونها فاتح شوية، فجبت شوية صلصة اللي كنت ركناهم علشان هنحطهم على الحمام. قلبت فيها شوية تاني لحد ما لونها اتظبط معايا. هنا بقى كنت هحشي كوسة وبتنجان وفلفل طبعا زي ما انتم شايفين، وبدأت ان انا احشي زي ما انتم شايفين كده بنعبي. طبعا الموضوع سهل وبسيط خالص ومش هياخد وقت معانا نهائي بإذن الله. تمام كده بوريكم بحشيلكم من كل نوع حاجة يعني عشان تشوفوا معايا اللي بيحصل يعني وكده. تمام. هنا بقى بعد ما حشينا الحلة كلها ورصيتها كمان، بنحط المحشي واقف يا جماعة علشان الرز اللي فيه ما يخرجش كله. تمام. زي ما انتم شايفين كده شكلها خطير اللهم بارك. وهنا بقى حطيناها على النار بقى عشان نسويها، وجبنا من شوربة الحمام ادتها طعم خطير اللهم بارك بجد، يعني كانت جميلة جدا. وبدأنا ان احنا نحط لحد ما لقينا خلاص يعني اللي هو ايه الشوربة بدأت انها تظهر على الوش كده. تمام. وهنا بقى ما شاء الله اللهم بارك بعد ما استوى كان خطير 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 زي ما انتم شايفين الشكل بجد، يعني حاجة تجوع كده. تمام. والاكل دايب دوبان، وزي ما انتم شايفين طري جدا، والرز من جوه مفلفل خالص، يعني مش معجن ولا بايظ معانا، لا هو مفلفل خالص زي ما انتم شايفين كده. والخلطة شكلها خطير والطعم اللهم بارك بجد تحفة تحفة تحفة. تمام. بجد انا من كتر الحلاوة كنت واقفة باكل، يعني مش بوريكم بس، لا انا واقفة باكل بجد. وهنا بقى الحمامة فتحتها لكم اهو، الرز اللي جواها اللهم بارك مفلفل جدا جدا، يعني مش معجن، وكمان الحمامة مش مطرقع، مفيش الحمد لله ولا واحدة طرقعت معايا، وكان بجد مستوي كويس قوي قوي قوي. واللحم دايب دوبان. انا بجد زعلانه ان انا ما وريتكوش الحمامه من جوه، بس كانت سخنه عليا قوي. جربوا الطريقه دي بقى وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. وباي باي.